فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بكم الأنظار تتجه صوب استاد القاهرة الدولي، حيث إياب نصف نهائي أقوى البطولات الإفريقية على صعيد الأندية. هنا حيث الأهلي المصري الذي يستضيف نادي الترجي الرياضي التونسي بعد موقعة رادس هنا في ليلة من ليالي القاهرة، والتي تتزين بنصف نهائي القارة السمراء. الأهلي من فاز ذهابا بالثلاثية النظيفة يريد أن يتواجد للمرة السادسة عشر في نهائي البطولة الأفضل على الصعيد الأندية في قارة إفريقيا. أما بالنسبة له وأن فاز على حساب النادي الأهلي هنا في تحدث على أن اللاعبين عليهم أن ينسوا محل الشباب المنتخب الذي يتواجد في بطولة معلول إلى حسين شحات عند كرة الضغط العالي وصلت بعد ذلك في وسط الملعب لدينا تمريرة تنقل ملف العالم من دون أدنى شك. الجانب الآخر عند كرة تمريرة فنقلة هانية عرضية، لكن في الأخير فأنت لا تعرف هذا الفريق وما بإمكانه نجيب كرة منقولة. وصلت هذه الكرة عن طريق في دكة بدلاء الترجي في هذا اللقاء، نقلة في رحلة وصول شحات عرضية الكرة الأهلاوي غيف الوهابي يرسل كرة 10 دقائق مضت يسر لمصلحة النادي الأهلي. كرة منقولة بعد ذلك في وسط الملعب، بن علي يرسل كرة طولية في وسط الملعب لمصلحة للترجي، فرصة للترجي كرة عرضية ولكن في الأخير تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة ركنية. بالصوت الذي يتغنون فيه هذه الجماهير خطيرة أهلاوية. ما زالت الأهلي الفرصة مستمرة، الأهلي كاد أن يفعلها، كاد من خلال الأرضية التقدم إلى الجهة اليمنى. لدينا تمرير كذلك امتدح التطور الذي طرأ على هذا اللاعب في اليمين. بعد ذلك عرضية ترسل، الكرة مستمرة، لوكاي ينتظر ياسين رياح، هنا عرضية ترسل، التغطية أهلاوية، الشحات الشحات وفعلها الأهلي ليسجل الهدف الأول بالرابع الأهداف في مجموع المباراتين. لم تنتهي المسألة بعد، هكذا يقول الأهلي وهكذا تقول جماهيره. نعم لم تنتهي المسألة بعد، وفيها مارد أحمر. ممتازة أنيس عند كرة عرضية تأتي للترجي، خط مباشرة منقولة كرة من على مشارف منطقة العربة. ممتازة الكرة من الجانب الأيسر، عرضية ترسل لكن في علي معلول 5 تمريرات حاسمة كذلك للترجي. وصول بعد ذلك في وسط الميدان محمد علي بن رمضان من هذه المسافة يرسل كرة ساقطة لكن للترجي كرة ترسل طولية. بيرسي تاو الخطير، بيرسي يبحثون عن التعادل، هنا فرصة تأتي تصويبة ولكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة الترجي. موعد حتى ولو كان هو نقلة لمن هذه الكرة تمرر في الطرف الأيسر عن طريق هدف ثاني. هنا كرة منقولة ترسل عالية راسية لكن في الفترة التي يغيب فيها الشناوي عن حراسة تيتاو. كرة الخذوهات، الكرة بتعود لمصلحة مهما في التواجد في نهائي ياسين، والتسديدة اليمينية قوية لكن محمد علي بن حمودة. وصول بعد ذلك من يا فنان يا معلول يا فنان. تقدم فيه النادي الأهلي بعد تمريرة بيرسي تاو باتجاه الشحات صاحب الهدف الوحيد في شوط المباراة الأول. الترجي الفريق الذي سيلعب من أجل مجاراة النادي الأهلي، من أجل أن يحقق حتى تعادل أخرى إلى الخلف من هذا المكان. هنا التسديدة تأتي ولكن إلى ركلة مرمى، الكرة بعيدة تحولت إلى خارج لمصلحة الترجي، منقولة راسية تأتي في وسط الملعب مرة أخرى. مرة خسر في 3 مباريات في عام وقناة. هنا الأهلي بالتقدم، هنا الأهلي بالإبداع ويتأهب للتحول من الحالة دي. الكرة في المنتصف لمصلحة النادي الأهلي، نقل أنيس ممتاز، أنيس عرضية خطيرة راسية لكن بعد ذلك عبد المنعم هو من غطى في اللحظة الأخيرة. نقلات أهلاوية لكن دفاعات، والتاريخ يقول ماذا يقول التاريخ. الشحات وكذلك كهرباء هي الأسماء إلي. هنا طاهر محمد، طاهر يحاول الكرة من اليوتيانغ، يتقدم أهلاوية، فرصة لا تأتي باتجاه لمصلحة النادي الأهلي. وصلت الكرة بعد ننصت، نعم نحن كذلك. كرة من بن حمودة، عندها كرة بن حمودة عرضية، فرصة الجول. ضاعت الكرة الماضية على معتز.
ضاعت عاول الشحات استلم الشحات إلى علي معلول عندها كرة للترجي وصل بعد ذلك عن طريق فريق الذي يعشق التتويجات وكأن نقلة في اليسار لكن هاني قطعها من أمام الترجي منقولة كرة داخل منطقة الجزاء خط الملعب في تشكيلة المدرب أنيس البوسعيدي هاني فرصة خطيرة الثاني كارسيتاو أكثر من 20 تمريرة أكثر النادي الأهلي كرة تلعب دور البقية هنا في المدرجات لأنها لحظات كوليبالي ينقل الكرة إلى الخلف في فرصة من أجل عرضية لكن تغطية كان أكثر لنادي الترجي في مباراة الذهاب كانت النادي الأهلي لكن هناك صافرة وهناك خطأ رمي التماس كرة منقولة في الطرف الأيمن منقولة كرة في اليمين بعض الأمور التي تجد هذا التثقيف يسعد والتصويبة قوية كانت الكرة الماضية ياسر أو تسديدة قوية لكن إلى خارج. الأهلي مهدد بفقدان نجمين تقال جدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم، وإن شاء الله بنتكلم النهاردة عن تهديد الأهلي بفقدان نجمين كبار في مباراة نهائي دوري الأبطال، طبعا بعد ما نجح الأهلي في أنه يحجز مقعده في النهائي وهيقابل الفائز من الوداد البيضاوي المغربي وماموليدي سان داونز الجنوب افريقي. الاهلي طبعا صعوده جه على حساب فريق الترجي التونسي بالفوز 3-0 في تونس و1-0 في موقعة الاياب في القاهرة. طبعا الثنائي اللي هو مهدد بالغياب عن مباراة نهائي دوري الابطال هما مروان عطية وحمدي فتحي. طبعا كل واحد فيهم عنده انذارين، ولو حصل اي منهم طبعا على انذار ثالث في ماتش الذهاب في نهائي دوري الابطال هيكون غيابه بشكل مؤكد عن مباراة العودة في النهائي، طبعا لان النهائي رجع تاني هيقام السنة دي من مباراتي ذهاب وعودة. وطبعا كولر المدرب السويسري للاهلي مارسيل كولر يعني فضل ان هو يستبدل مروان عطية وحمدي فتحي في الشوط الثاني من ماتش الترجي بعد ما نجح الفريق في تأمين النتيجة وضمان بطاقة العبور للنهائي، طبعا بعد ما فاز طبعا 3-0 و1-0 في المباراة. كانت النتيجة حسم التذكرة، فقال ان هو يريح اللعيبة برضو عشان ما يحصلوش على انذارات. خلصنا خبر النهاردة، انتظرونا دايما في فيديوهات جديدة. أشكركم على حسن المتابعة، ادعمونا بلايك للفيديو وشير واشتراك في القناة، ومنتظر آرائكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.